الحمراوي كلمة حول التكريم ديال الحقيقة يعني الشرف كبير ليا على أنه تم تكريمي من طرف فعاليات جمعوية، خصوصا من طرف جمعية فتية بترأس الاستكانة الشمسي اللي هي جمعية الشباب بلا حدود. وهذا التكريم هذا كنعتبره ربما تكليف أكثر باش نزيد نخدم اكثر في المجال ديال الاعلام، خصوصا على ان التكريم مشى لهذا الاتجاه ديال كوني صحفي وليس ككوني استاذ تعليم ثانوي. وبالتالي الان من المفروض عليا على انني نزيد نعطي اكثر، نزيد في الخط التحرير ديالي اللي عندي اللي معروف اللي هو الخط التحريري ديال كشف الفساد والمفسدين. وبالتالي هذا خط لا رجعة فيه، لان بحكم تقريبا اكثر من 23 سنه وانا في هذا المجال. فاللي يعجبني كثير هو انه الساكنه ديال الانسان قدروا هذا الشيء اللي درنا، والكفاءات والمبدعين ديال المدينه شافوا فعلا حمراوي وشعيب على اساس انه يستحق انه يكون من بين المكرمين في المهرجان ديال الانصاف. بطبيعه الحال اللي كنتمناه هو انه تستمر بحال هاد التكريمات كل سنه، وكاين عندنا كفاءات اخرى وطاقات اخرى في مدينه بن سليمان وفي اقليم بن سليمان على الخصوص اللي ممكن كل سنه يتكرموا واحد 5 ولا 6، ويكون المشاركه حتى في دمجه الانشطه، دمجه البرامج تكون انشطه محليه خاصه، وان كانت تطعم ببعض المبدعين والكفاءات اللي هو الدوليه ولا وطنيه، ففقط من اجل اتخاذهم كقدوه، من اجل التلقيح، من اجل التشجيع والتحفيز. وكيبقى الاعتماد الاكثر هو الاعتماد على الطاقات المحليه اللي عندنا. مدينه بن سليمان كتزخر كثير بالطاقات، وخصوصا في المجال الفني والثقافي. عندنا ناس في الموسيقى، عندنا ناس في المسرح. الان عندنا 6 ديال الفرق المسرحيه. لا اظن على ان مدينه الدار البيضاء اللي فيها 5 ديال العمالة ولا 7 ديال العمالة، لا اظن على انها كتمتاز ب5 ديال الفرق. نقولوا مدينه بن سليمان مشتل للفنانين. انا اقول على ان مدينه بن سليمان هي هوليود ديال المسرح ديال المغرب وهوليود ديال الفن، لان بطبيعه الحال كاين طاقات بشريه، والجميل فيها هو انهم مسرحيين ومثقفين اللي ما مارسوش المسرح، يعني ماشي مشاو قراو وتخرجوا من المعاهد، وانما بالفطره استطاعوا انهم يقراوا الرسم ويكونوا رسم ويوصلوا لهذا الشيء. عندنا فرق اللي فازت بجوائز وطنيه في المسرح، في التشخيص، في التاليف، في الاخراج. عندنا كذلك الان كاين اظن الفرقه ديال البساط اللي عندها السوالف الجمره مقبله على انها غادي تشرف المغرب في واحد المنافسه عربيه. وغير قبل اسبوع كانت شرفت المغرب في مدينه طنطان في المسابقه اللي كانت عربيه. وعندنا فرق اخرى بحال اللي شاركوا مؤخرا في اسفي في الدار البيضاء. ودائما عندما ياتون الى بن سليمان ياتون بجوائز وميداليات، وهذا شرف كبير.